السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال وتكونوا كتفرجوا فيه. اليوم غادي نشارك معكم بسبوسه بالمندالين. كيف ما كتعرفوا هذا الموسم ديال المندالين اللي بوجود تبارك الله. هنا اول حاجه البنات غادي نبدا بها هو السيروم باش غادي نسقي هذيك البسبوسه ديالنا. المهم هنايا خديت جوج مندالينات، قطعتهم على شكل دوائر، تديري جوج ولا وحده يعني على حسب اللي بغيتي. وهنا خديت كاس معمر ديال السنيده، وهنا غادي نزيد ليها كاس ديال الماء، كاس ديال الماء يعني بارد نيشان من الروبيني، كتكبيه معاك نيشان من الروبيني صافي. وكتزيدي على داك السنيده والمندالين. غادي نخلط كلشي مزيان وغادي نديرهم فوق البوطه، نخليهم يغلاو مزيان على عافيه بهيله حتى يعقد داك الخليط ديالنا، حتى يولي عندنا على شكل سيروم وكتطلق فيه ديك النكهه ديال السيروم زوينه. صافي هنا غادي نبدا معكم في البسبوسه ديالنا. صافي هنا درت كاس ديال سنيده في الخلاط مع جوج ليمونات اللي منطلينات اللي انا خليتهم بقشورهم، حيت لهم غير هذيك العظم اللي كيكون فيهم وداك داك اللي كيكون داك البيض الفوقاني. صافي هنا ضفتهم على السكر السنيده في الخلاط الكهربائي. هنا غادي نضيف عليهم جوج بيضات، صافي هنا غادي نزيد البيضه الثانيه. كيف ما كتعرفوا البنات اليوم هاد الموسم هذا ديال المندالين تبارك الله المندالين موجود، يعني نستغلوه في شي حاجه. صافي وكيف ما شفتوا هاد البسبوسه هادي صراحه كتجي خفيفه وهشيشه وفي المذاق ديالها زوين وفي ساعه كتوجد. صافي هنا طحنت كلشي خويته في هاد تنخلطو كلشي. صافي هنا زدت ليها واحد الكاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، تقدروا تضيفوا الماء الا ما عندكمش الحليب تقدري تضيفي الماء. انا غادي نضيف جوج كيسان ديال سنيده ديال السميده رقيقه، سميده د الحرشه البنات. ديال الكاس الثاني غادي نضيف جوج طاشيات ديال الخميره من فئه 8 غرام، وغنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل. وغاد داك الخل البنات غنكبو على الخميره باش كيتزنج ليا الخليط مزيان، باش تفاعلي ديك الخميره مزيان. صافي هنا غادي نخلط الكل، صافي غادي نخلطهم مزيان حتى تخلط لي ديك السميده مزيان مع العناصر الاخرين. كما قلت لكم البنات كتجي خفيفه وكتجي في هذاك المذاق ديال المندالين زوين وما كتجيش مره. واخا تشوفوني طحنتها مع القشور ما كتجيش مره، كتجي زوينه كتعطي واحد البنه فنه بزاف. تقدر توجهيها الا عندك الضياف دغيا دغيا، الصراحه اللي داقه عندي حماق عليها. صافي هنا انا خلطت الخليط مزيان. انا خديت المول دهنته بالزبده ورشيته بالسميده مزيان. صافي غادي نفرغ فيه الخليط ديالنا. صافي هنا نعاود نخلط شويه. كيف ما كتعرفوا السميده راه كتشرب. صافي هنا غادي نفرغوا الخليط ديالنا في المول. المهم تقدروا تستعملوا اي مول، اي مول متوفر عندكم تقدروا تستعملوه، ماشي ضروري يكون هذا المول هذا. عندما كيف ما كتشوف القوام ديالو قد ما كتبقى قد ما كتشرب هذيك السميده. صافي هنا انا الفران البنات يلاه كي شعلته، يعني غندخلها على فران بارد ماشي سخون. صافي هنا دابا غادي ندخلها الفران طيب. وهنايا البنات هي البسبوسه ديالنا طابت ووجدات تحمرات مزيان وراه باقي سخونه، وجات خفيفه. صافي هنا خديت داك السيروم اللي وجد معايا خليته حتى هو براد. صافي مباشره كنخرجها من الفران كنبقى نسقيها بداك السيروم باش كتشربو.
صافي داك السيروم كندوزو كامل عليها من الجناب من الوسط باش تشرب داك السيروم مزيان، باش تجي في هداك كتجي فيها داك النكهة ديال المندرين في داك السيروم زوين صراحة. عطيه واحد المذاق زوين بزاف. صافي وهنا كتقدروا تزوقوا نتوما باش ما بغيتو، تقدروا تزوقوا بكاكاو كونكاسي ولا لوز ايفيلي، المهم اللي متوفر عندكم. انا كان متوفر عندي صراحة غير الكوك، يعني استعملت غير الكوك. هنايا درت غير الكوك ودرت واحد 2 شريحات ديال المندرين. صافي هذه هي البسبوسة ديالنا صراحة كتجي خفيفة بزاف. انا نقطع معكم طريف، صافي هنا قطعت معكم واحد الطريفة، نتوما شوفوا كي كتجي خفيفة بزاف. انا قطعتها معكم باقا سخونة، هي احسن تخليها حتى تبرد، قد ما بردت هي كتجي بنينة. صافي هنا قطعتها معكم غير باش نوريكم الشكل ديالها. وهذا هو هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.